شي واحد فيه السم اللي كيقول السم هو اللي فيه السم. علاش ديالهم ما كانتش الفكره ديالهم؟ علاش تيتعدى؟ وهي اللي عيطت لنا الله ينعشك الله ينعشك. واش الاخوان بخير عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد كما كتعرفوا واخا هاد الدخله اللي درنا ديال الفرح، وانما الفيديو مقلق شويه صراحه. الحلقه ديال اللي اخر حلقه شفناها ما عجبتناش وقررنا نعطيكم الراي ديالنا فيها. ولكن قبل ما نبداو بغيت نعطي واحد التذكير وواحد التوضيح. شوف شي كومونتيرات كيجيو كيقولوا باللي دار العرسان او البرنامج ديال العروسه هادشي هذا راه غير البرنامج اللي كيفرض عليهم يديروا داك التمثيل في دار العرسان باش يطلعوا نسبه المشاهده باش حق البوز هادشي ما كاينش نهائيا. غادي كاينين شي صحاب الحسنات غادي يقولوا لي باللي انت راك ما كاينش معاهم فين شفتي. عن تجربه ديالي ديال العام اللي فات كمشارك في البرنامج كانوا دي كونفلي، كانوا مشاكل، يعني كاع داكشي اللي كان حقيقه في حقيقه. ما كاينش لا برنامج كيتفق معنا باش نديروا البوز ولا نهائيا داكشي ما كاينش. يعني اي حاجه كتشوفوها في داك دار العرسان او في البرنامج ديال العروسه راه حقيقه في حقيقه. كونوا اكيدين لا علاقه للتمثيل داك البرنامج، ما كاينش الكذوب نهائيا، كلشي حقيقه. كاع داكشي اللي كتشوفوه هو اللي كاين. يعني يكذب عليكم الكذاب اللي يقول لكم داكشي غير تمثيل، احك هادي احك هادي، ما كاينش هادشي نهائيا. وبالنسبه للتوضيح الثاني، انا وحياه كنعطيو الراي ديالنا في الافعال اللي كنشوفوا في الحلقات ديال العروسه. يعني في دار العرسان كيكونوا دي كوبل كيديروا شي مسائل يا اما زوينه يا اما خايبه، حنا كنعطيو الراي ديالنا. يعني ما كاين حتى شي اساءه او لا حتى شي احتقار او لا حتى شي مثلا غادي نعايروا ولا غادي نسبوا شي كوبل ولا شي حاجه نهائيا. هذا فقط غير راي ديالنا، كنديروا رياكشن على داكشي اللي كنشوفوا. يعني من هنا لقدام زعما شي كوبل اللي بقى فيه الحال ولا شي حاجه بالعكس، والسموحات لا كان شي واحد غادي يضرو في خاطرو هكا، واخا كنظن ان هادشي عادي. ما كاين شي واحد اللي غادي يجي ياك كنظن ما كاين شي واحد اللي غادي يجي يقول لك كذا ولا كذا. يقولوا كنبقاو حنا نفس الدومين ولاد الدار. يعني راه كنت انا العام اللي فات وهو هذا العام وكاين ناس اخرين ان شاء الله العام الجاي. حنا العام اللي فات داروا علينا انتقاد. كتبغي تشجعي دابا انت يا حياه كتبغي تشجعي الناس. انا كنشجع لي كوبل يمشيو شي واخا الضجه اللي طاريه مثلا وكتشوفوا بلي فلان دابز مع فلانه ولا فلان دابز شي عادي هادشي راه فين ما مشيتي الخوت في الدار وكيدابزوا فين ما مشيتي كاين الندابزه. غير هو راه هذا البرنامج هذا اقسم بالله حتى غادي تستافدوا منه بزاف ديال الحوايج. كيفتح افاق كبيره والله عن تجربه كيفتح افاق. اهم حاجه هي محبه الناس اللي ما كتشراش. بحال دابا برينسيسا ملي غادي تخرج من البرنامج غادي تلقاو بان عندها واحد المحبه ديال الناس اللي ما يمكنش شي وحدين ما كيعرفوهاش كاع ولا كيموتوا عليها. الا جيتي تشوف الصراحه راه كاع لي كوبل غادي يكسبوا المحبه ديال الناس. لحقاش هي كتبقى ديك النظره ديال لا هادوك راه دابزوا مع هادوك. اما راه ملي كتخرج من البرنامج وكيسالي الناس راه بالعكس كيكونوا كيشوفوك غير في التلفازه واخا كيشوفوك مثلا كذا ويسلموا عليك وهكا. يعني داكشي عادي، ما يقدروش يديروا لك شي حاجه ولا بالعكس يبغوا يتصوروا معاك. وباش ما نطولوش عليكم ونبداو الحلقه ديالنا، كاين شي اصحاب الحسنات عاوتاني يقول لك جاو قالوا لكم وهضروا معاكم نهائيا هادشي هذا غير كان انا راه كل حلقه كنبقى ندير لكم هاد التذكير هذا. يعني نهائيا هذا غير توضيح وتذكير للناس اللي كتكتب دي كومونتير اللي ماشي هما هادوك. يعني ما كاينش تمثيل، وهذا غير راي ديالنا رياكشن كما كيديروا الناس كاملين. حلقه حطات ضربات مليون ديال المشاهده حنا كنديروا عليها رياكشن. هادشي اللي كاين. ملي كنت كنطيب يعني في السيمانه اللي قبل ملي كنت كنعدل في شي قشور كنعدل فيهم ما كلوا لي شي حاجه اللي كنا نغسلوهم. لا حيت حنا اللي كنا مكلفين. شوفي الفار سيري سولي على الفار كنت كنغسل راه يعطيوك الفار. على حسب ما شفتوا هاد اللقطه هذه ديال برينسيسا ناض بينها وبين الكوبل ديال المانيا بان ناض بيناتهم واحد المشكل اللي خفيف صراحه. راه غير شوفوا راه غير الشيطان اللي تيدخل تيلعب بيناتهم وتيصدقوا مكبرين المشكل. وبرينسيسا وصلت واحد الحاله ولات تتبكي والمراه تعصبات. حتى التراكم حتى التراكم كيزيد ياثر حتى هو. الا تراكمت عليك بزاف، الا تراكم عليك بزاف ديال الاحداث راه كتولي يقدر يقولوا لك غير انت خايب تطرطق بالبكاء وتدمر وكذا. يعني التراكم كيلعب دور كبير. يعني كيف ما كتشوفوا بلي برينسيسا بلي السيده ديال المانيا قالت للبرينسيسا بلي نتيا زعما شكون اللي كان كيغسل الماعن واش حنا ولا نتيا. قالت لهم برينسيسا انا على نيتها وما يقولوا ليها لا راه حنايا. يعني السيده ديال كوبل المانيا عيطات لها تسولها، هي اللي عيطات لها تسولها، هي اللي عيطات ليها. كيف ما كتشوفوا راه هي اللي عيطات ليها، راه ماشي برينسيسا اللي مشات عندها. عيطات لها قالت لها السيمانه اللي فاتت شكون اللي كان كيغسل الماعن واش حنا ولا نتيا. وهي تجي عند برينسيسا تتهضر معاها. لا ولكن الماعن اللي كانوا كيستعملوا في الطياب فقط. قالت لهم برينسيسا انا كنت كنغسلهم
وهي قالت لهم لا احنا اللي كنا كنغسلوهم. راه تقدر يكونوا كتغسل برينسيسه النص وهما كيغسلوا النص. دابا كنظن واش انا راه فهمتي؟ واحد السوء تفاهم هنايا. انا نشرح لكم. مثلا برنسيسه كانت كطيب، مثلا دابا مثلا هي برنسيسه كطيب في واحد المقله، كطيب المسائل ديالها، سالات من ديك المقله حطات مثلا خوات داك الشيء اللي في المقله خواتو شي بلاصه اخرى. برنسيسه شنو غدير؟ غدوز على ديك المقله باش دير فيها حاجه اخرى، ياك غادي تخدم بها وتقدر عاوتاني دوز ديك المقله وتحطها جنب. يعني داك الناس اللي كانوا كيجيو للماعن باش يغسلوهم كيجيو كيغسلوا دوك الطباصل والمسائل وكذا، ولكن راه ما شافوش باللي برنسيسه راه غسلات ديك مثلاً المقله اللي واحد خدمات بها ورداتها بلاصتها. واش فهمتوني؟ ممكن يكون طرا هذا المشكل. كنظن ان هذا الشيء اللي يقدر يكونطرا. داكشي شكون هما شي واش اللي كيطيبوا؟ مثلا شي باني يخلطوا فيه شي حاجه داكشي ديك الماء اللي لا حيت السيمانه اللي دازت كانت برنسيسه كتغسل الماء اللي ما عندهاش حق تغسل شي حاجه. ما عندهاش الحق، وكانت تحصلت غير نوطه زيرو. كم كيف ما شفتوا معنا هاد الفار هذا ديال واحد الكوبل ديال فاس كيقول بانه برنسيسه هي اللي كانت كتغسل المواعن. وكان هذاك خطا. علاش خطا؟ كان خطا ان ما كانش عليها تغسل. يعني خاصها الحاجه اللي خدمت بها تحطها لصحاب ديال الغسيل. واش فهمتوا؟ حتى حاجه واقيلا الا كانت قالتها حنا راه غادي نحطوا لكم اللقطه الا ما ديالها. حطيناهاش راه ما لقيتهاش. سالينا. المهم راه زعما صحاب الطياب تيتكلفوا غير غير بالطياب، وما تبقى ديال المواعن تيغسلوهم صحاب المواعن. ولكن احنا بالنسبه لنا العام اللي فات ما كناش كنديروا هاد المحاسبه عاوتاني. يعني كانوا العام اللي فات كانوا صحاب الطياب كيغسلوا الحمامات وصحاب الحمامات كيغسلوا السقوفه وهذا. لا ما كانش عندنا المشكل، حنا كنا كنطيبوا عادي كنا كنطيبوا كنغسلوا داكشي اللي حنا عندنا واحد القاعده خوتي. داكشي اللي لا انا فاطمه الزهراء الصراحه كانت فينا هاد القاعده هذه اللي كتقاد شي حاجه في شي حاجه. مثلا قديت واحد الكاسرونه كنقد فيها وداك التخربيق كنسالي كنمشي تنغسلها اوتوماتيك. صافي. هادشي مولفين وحنا في دارنا، يعني ما كاينش فيه الجرام ديال المشكل. ولكن الحياه ماشي برعناهم عداس، برعناهم دجاج بالخميره، برعناهم كيكه بشح ودي كوب القنيطره في الطيابه ودي هي الياب شي كانت تعاود. المهم ما علينا. كيف ما كتشوفوا دابا هذا المشكل هذا، انا كيف قلت لكم ديك المره بان الامهات ما خصهمش يدخلوا في شي حاجه اللي واضحه، زعما شي حاجه اللي بالخير يدخلوا بالخير. هذا واحد الخطا. اسمحي لي مدام ديالي، اسمحي لي الله يجازيك الله يطول عمرك، اسمحي لي. هذا هو الخطا اللي كان طرا. هذا هو الخطا اللي طرا، هو ان التدخل ديال الام ما كانش في المحل ديالو. كان الامهات يبقاو في التقار ناشطين فرحانين مجمعين مع راسهم مرتاحين. ما كانش داك التدخل. دابا تدخل بواحد الطريقه اللي لا ما يتدخلش كاع نهائيا. كما الله قال يهديكم لهم وليداتي كما كان قال لهم صوالح تفاهم انت وخوك، هذاك راه خوك تفاهم انت وياه، انا ما ليا شغل في هذا الشيء. واش فهمتوا؟ ولكن شوفوا بعدا عاد نكمل. لا خالته لا ما تقولش هيدا، ما تقولش هيدا. انا كتخمر وانا راه ماشي من داك النوع تاع الصداع، ما تبقايش تهضري معايا بصبر. ولا اش كتقولي انا ما كرهتش الاكله ديالهم، انا ما كرهتش الاكله ديالهم. لا ما عيطتش. هي عيطت لي وعيطت لي راسها. لا ما تقوليش انا مظلومه. يعني كيف شفتوا الام تعصبات ديال بصح على وبقى الدم فيها الحال وتقلقات. وتقلقات ولات كاع عطاتها النيت فهمتوا عطاتها القرطاس كيف كيقولوا. ولكن ماشي مشكل. شوفوا هذيك كتبقى ام كبيره وحشومه تمشي فهمتيني. ولكن انت برنسيسه كنظن دافعات غير على راسها، زعما ماشي ما عجباش الحال، حيت هي دابا بحال بحال يجيك هجوم من كل شيء راه شويه بحال يجي صعيبه. شي واحد يقول لك مسموم داير فاعل تا راك ما غاديش تسكت ليه. نورمال واخا يكون انسان كبير. ولكن ما تسكتش. نشوفوها من واحد المنظوريه اخرى. راه دابا من المنظوريه ديال البرنسيسه نشوفوها من المنظوريه ديال الام ديال كوبل الالماني. دابا الام حاجه نورمال غادي تبغي تدافع على ولادها، يعني كاين ولدها ومرات ولدها، يعني غادي تبغي تجي من الاتجاه ديالهم، غادي تبغي تحامي عليهم. واش فهمتوا؟ ولكن راه بحال تحاماو عليها الا جينا نشوف. لا دابا انا قلت لك دابا انا عطيتك جوج ديال المنظوريات. عطيتك من هاد الجهه ومن هاد الجهه. يعني برنسيسه ما غيعجبهاش الحال، غادي تشوف باللي راه تحاموا عليها. ولكن الكوبل ديال الام ديال كوبل المانيا غادي تشوف بحال الا بغات تلوح اللومه على ولادها. واش فهمتي؟ كتدافع على ولادها لحقاش دابا تما كاينين الامهات اللي كيبقاو يخافوا على ولادهم. ناري عندك الا طرا هذا المشكل غياخذوا لي ولادي النقاط وغيخسروا وغادي يتقصاو وكذا وكذا، كيكون داك التخوف. واش فهمتوا؟ يعني الا لاحظتوا راه مثلا كيجي كيقول لها الوالده ما تنوضيش تغسلي الماعن، راه غتنقصي لولادك النقاط. كتجلس ما كتخاف على ولادها. هادشي اللي كان.
هو كاين واحد الخطا ديال الامهات ما خصهمش يتدخلوا في داك الشيء، حقاش هادوك كيبقاو دي جون بيناتهم. راه كنت قلت لكم المره اللي فاتت راه غادي يتصالحوا وغيبقى العيب بين الامهات. هي واحد الرد قالته صراحه اللي ما عجبنيش، مع احتراماتي لكاع الامهات، ولكن واحد الرد هي ديال شوفي فلانه انت اللي مشيتي لعندها، برنسيسه انت اللي مشيتي لعندها. هذيك كان خطا، هذا كان غلط، يمكن ما شافتش كان هي غلط. اصلا السيناريو من الاول. لحقاش السيده مرات سفيان ديال الكوبل ديال المانيا هي اللي عيطات للبرنسيس. دابا راه طرا واحد المشكل، دابا السيده ديال المانيا عيطات للبرنسيسه للاستفسار فقط يعني باش تسولها باش تسولها اصلا. راه شفتوا انتم الكوبل ديال المانيا يعني ما كيدخلش في المشاكل. بحال قلتي كانوا تخاطروا بيناتهم مثلا، قالت لها لا كذا، لا راه كنا كنغسلوا ما كناش كنغسلوا كذا، قالت لها بلاتي نسولوا برنسيسه. مشات عند برنسيسه قالت لها دابا انت فاش كنتي كذا كذا شكون كان كيغسل؟ برنسيسه جاوبت بالجواب اللي ما كانش متوقعاه المانيا. كانت المانيا كتقول لها لا راه هما اللي كانوا كيغسلوا. جات برنسيسه قالت لها لا انا اللي كنت كنغسل. ايوا المانيا مشات تضرب ليها كلشي في الزيرو، ندمات. راه قالت لهم ندمت علاش هضرت معاها كاع. واش فهمت؟ وعاوتاني واحد الغلط اخر انتما غتشوفوا. بغا يدير الطياب واللي عنده الحوايج يمشي قابل الحوايج وصافي. واش كتفهمي صافي؟ وي قطعني نتوما قطعكم صافي. يعني انا كنكون شي حاجه ملي كنت كنعد الماكله. كيف ما كتشوفوا ردة الفعل ديال السيد ديال المانيا ما كانتش زوينه بزاف. صراحه ما توقعش غادي يجاوب برنسيسه بديك الطريقه، يعني فهمتوا. وكانت فيها شويه ديال الاستفزاز، شويه ديال بحال التكبر، ما عرفناش شنو داك الشيء. اي واحد غادي يتحط في داك السيتوياسيون ما غاديش يعجبو داك الرد. واش فهمتوا؟ لحقاش دابا هي مشات بحال قلتي استنجدات به، مثلا مرته ما عقلاتش مشات قالت راه نسول الراجل، قالت له كذا كذا كذا. ولكن الا لاحظتوا واحد القضيه، هو اصلا فاش سولاتو قال لها ما فهمتش. وهذيك ما فهمتش معروفه عندنا حنايا، فاش ما كتبغيش تجاوب على شي حاجه خاصك تفكر، كتقول ما فهمتش ولا ما سمعتش ولا عاود قلتي. وانت راه ما كتسمعوش كيعاود كيقول، انت راه كتفكر شنو نجاوب. مسخوطه طبعا باش نجاوبوا انا هذا دابا شنو غندير دابا. واش فهمتي؟ يعني حاجه عاديه. شوف حنا المغاربه كنفهموا بعضياتنا. واش فهمتوا؟ يعني قال لها ما فهمتش، قالت له دابا الا كذا اصلا برنسيسه كتعطيها الوقت للواحد فين يفكر. قالت له دابا انا فاش كنت كنغسل كذا قالت له جمله طويله. هو ديك الساعه فكر وسالا، هو جاوب بديك الطريقه. هذيك الطريقه كنظن انا كنت في نفس الموقف ديال البرنسيسه ما يعجبنيش الحال. لحقاش بحال قلتي بحال كتقول لواحد الانسان صافي ما تصدعش ليا راسي. صافي واخا صافي واخا برافو بحال كتزرب عليه. واش فهمتي؟ هذيك ما راه قال يعني برافو ما صافي يلاه بعدي مني العار العار. ولكن الحاجه اللي ما عجبتنيش بزاف واحد ردة الفعل ديالو اللي فريمون انا قلقاتني الصراحه. باش غسلت درتي فيها ما يدار اخويا سفيان. ولكن شنقول لك، غسلت حتى حوايجها بقات جيت غسلت. نقولوا لحظه الغضب، الله ينعس الشيطان. لا دابا باش نقول لك، كون كانت تقالت على مرته هو ما غاديش يعجبو الحال نورمال. دابا تخيل كنت تقالت على مرتك بحال هكا، راه ما يعجبكش الحال اخي سفيان. ما فيها ما يدار اخويا. واش فهمتي؟ زبلتيها راه ما جمله ما والو. وكنظن انها ما سمعاتوش وحتى عماد ما سمعوش. دابا راه كاين واحد المشكل. دابا حنا سمعناه قال وما صبنتي حتى حوايجك بقى غادي ديري كذا، حيت المايك راه الصوت ما كيتسمعش من جهدك هكاك، راه هو بعيد عليها. راه غير المايك كنسمعوه حنا. واش فهمتي؟ يعني هو هضر غير بينه وبين الدري اللي كان حداه وسمعناه حنا. دوسي الله يرضى عليك. حوايج بقى لي تغسل المواعن حتى الله يهديك اصاحبي. بغيت غنفهم اخويا عماد فينك بغيت غنفهم فينك. واش عباد الله راه انا الو عماد لا بلاتي راه انا يكون اسمع انا تكون زعما انت راجلي بحال هكا وما تدخلش في هذا الشيء هذا فريمون غيبقى فيا الحال. انا راه دابا كنحط راسي في بلاصه برنسيسه، اقسم بالله غيبقى فيا الحال. واش انايا مدوريني تما بحال هكا وراجلي فين هو جالس كيلعب في الكولبس فواقش هو كاع واش كاين انا ولا ما كايناش؟ لا ما يمكنش. راه بزاف راه هاد الظرافه هادي راه ما نافعاش. راه مع شي قوم الظرافه ما نافعاش. راه خاص تحرك فيك واحد النفس ديال صافي راه خصني مرتي ما يهضروش ليا معاه، واخا تكون راه ماشي زعما حيت تكون ظالمه تجي معاه، لا السيده تهضر غير عادي وناضوا ليها بثلاثه بهم تيهضروا ونتايا ما هضرتيش ما تحركتيش.
يعني غبيا. دابا هو بحال قلتي صافي مل من داك الصداع، ما بقاش بغى الصداع نهائيا، واش فهمتي؟ ولكن انا كون كنت مثلا دابا نعطيو غير مثال فرضي، كنتي دابا نتايا تخيلوا معايا، اسمحي لي مدام ديالي الله يطول عمرك، يلا كنتي دابا نتايا دابا كون كنت انا اييه كمرتي تما مثلا وتعرضت لذاك البلان، خبر في راسكم. لا دابا ما عطينا نيت، عطينا نيت بالتدقيق. لا غادي- مثلا شي واحد جا وقال عليا ديك الهضره مثلا ديال راه ما غسلت حتى حوايجها بقات غسل معنا. ايوا مشكله هذه، غادي نطيح دابا، غادي نهضر معاكم وغادي غنبدل اللون ديال الصوره. ها هو تبدل اول حاجه، يعني اش كتبان باللي الدنيا ظلامت ياكو. ثاني حاجه اييه ما غاديش نتفاهموا نهائيا، ما بغيناش نبينوا زعما شي حاجه د المشاكل، وانما ما غاديش نتفاهموا اخوتي. راكم عارفين راه الظلمه دابا هي اللي كتحكم شنو كاين، غنزيد نظلمها كاع، غنكون تفضوا دابا كاع ما بقى كنتو كتشوفوا والو. يعني هادشي اللي كان غادي يطرا الاخوان، نرجعوا للمفيد. يعني انت ما غاديش يعجبك حاجه الحال طبيعيه، ونورمال، يعني حاجه طبيعيه، غادي تكون تما ضروري غتحرك فيك شي حاجه. حاجه ما عرفناش طبيعيه. شنو السبب حتى ما تحركتش في عماد شي حاجه. دابا راه ما ماشي عرفناش. عماد، انا قلت لك انا متاكد من عماد دابا كشخصيه اللي درستو. اولا النقطه الاولى هو العمر لاعب دور كبير، زيد. يعني كيشوف هذوك الناس كبارين عليه، واش فهمتي؟ زيد. نقدروا نشوفوا من هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ما بغاش المشاكل. هو الا جيتي تشوف هو دابا المشكله كاينين جوج د النقاط. واحد النقطه ان مرتك تشاوها ما بلانش، راه ما يمكنش يقيسوا لك الحرمه ديالك ماشي يقيسوها انما الهضره، واش فهمتي؟ يعايروها. وثاني حاجه هو جا لواحد المسابقه هدف ديالو يربح، ماشي هدفه يبقى يدابز مع عباد الله، واش فهمتي؟ يعني هو بحال قلتي تفادى المشاكل، وانما راه فاش شاف برنسيسه صافي جعرات وبدات كتغوات وكذا وكذا، راه مشى لعندها وهكا، واش فهمتي؟ ولكن هاد الوقيته هادي باش مشى لعندها وداك الشيء ما تعاملاتش معاه زوين، حيت هي كانت كتوقع، انا على حسب ما بان لي هي كانت كتوقع من واحد ردة الفعل وحده اخرى غيجي منها، فهمتي؟ ولكن راه واحد اللقطه حياه تقالت، قال لها باللي راه غادي ندير شي حاجه اللي غادي ندم عليها فاش كنخرج عندها للكرسي هضر معاها. يمكنش واحد المراه ياك كدير راجلها كطيعو شنو كاين، انا من اكفس بلان في الحياه ديالي. كما شفتوا راه قالها ليها هادشي، راه قلت لك، راه قال لها باللي ما تخلينيش زعما لحقاش كون كان دار مثلا خدا ديك الامور بجديه كما قال هو، أيه. راه كان غادي تكون عواقب وخيمه تما يا بدي، واش فهمتي؟ لا ايوا دابا حنا انا ما كنقولوا متفقاش معاك. انا كأنثى غادي نبغي راجلي يتدخل في شي مواقف واخا ما يكون ما ينوضش المشاكل، التبازل، القتيله وداك الشيء. لا حنا كنهضروا غير على الهضره، غير الهضره غادي كشخص تدخلي دور فيه غوت عليه مثلا علاش تقول هكاك، ولكن كنظن ما سمعوش لحقاش برنسيسه براسها ما سمعاتوش. ما عرفتش دابا فوقاش غادي شنو تكون طاري بالضبط، والله ما فهمت. لا ودابا سمعيني دابا انت شفتي السيد قال ديك الجمله، راكو كنصب انت غير حوايجك عاده تصبني كذا كذا ولا عاده ديري كذا، ودابا برنسيسه دابا عاد دخلنا عليك بالله كبرنسيسه كنعرفوها حنا كاملين المغاربه، واش كون كان سمعت ديك الكلمه غادي تسكت؟ من حقها، راه انا نكون بلاصه ما غاديش نسكت، ويعني واش دابا هي غير دابا هي غير الام ديال الكوبل الاخرين قالت ليها وحنت كيطيب حيت ولادي طيبوا احسن منك ما عجبكش الحال، شوش دارت؟ عاد كون كان سمعاتو راه حفظ الله الحمد لله. حنا المغاربه كاملين كيحمدوا الله منين برينسيسا ما سمعاتش ديك الجمله ديك الكلمه ما سمعاتهاش، لحقاش كانت غادي تنوض كارثه تما والحمد لله. ولا تقدر تكون سمعتها وتجاهلاتها. لا مستحيل لا مستحيل برينسيسا تسمع داكشي وتسكت، مستحيل. الحمد لله ما سمعاتهاش، كنحمد الله وكنشكره. هاد اللقطه هذه اللي شفتو ما يمكنش ما تكونوش بكيتو فيها، حيت حنا مؤثره بزاف. حنا اقسم بالله انا بعدا بكيت والله، الا كتمسح في الدموع البارح وتنقول ناري والله الا زعما هذه راه حقره. انا ما عجبنيش الحال. كنت في بلاصه شي كوبل تما كنت غادي ندخل ولو غير بخيط بيض كيف كنا كنديروا العام اللي فات، كيف ما كتشوفوا في قلميم وداك الشيء. احنا نحطوا لكم اللقطه دابا. لا شي اختي ما غاديش لا حاجه شي ديالنا حنا ما غنبغيوش رجالتنا بحال انا نيت انا مثلا نكون انا ولد. راه ما يمكنش واحد المراه ياك كدير راجلها كطيعو شنو كيف ما شفتوا كنا كاملين دخلنا وكلنا بغينا نصالحوهم، فهمتوا؟ يعني نفكوا داك الواحد هو اللي تدخل بخيط بيض، ماشي الواحد هو اللي تدخل بخيط بيض. حنا بقات فينا هاد البنت هادي، الله يسهل عليهم، الله يسهل على كاع لي كوبل حتى هما، غير هاد سوء تفاهم. من الاحسن الواحد يبقى يدخل بخيط بيض.
يعني كيف ما دوك لي كوبل جالسين ما مسوقينش، من الاحسن ينوضوا ويديروا واحد الحماس وهذا فهمتوا. وتا دابا مثلا برنسيسه حسات بواحد الحقره، راه كانت قالت تقول البارح حقروني داروا لي كذا كذا، لحقاش المشكله ما جاش اي لي كوبل راه كيشوفوا باللي كاين واحد الغلط تما، ولكن ما جات حتى شي واحد من جهتها. واش فهمتوا؟ حتى شي واحد ما ناضش اصلا. اللي كيجي لعندك يقول لها وصافي راكي خديتي النقاط ديالك، وصافي راكي كذا، وصافي فهمتيني، ما كيواسيوهاش في داكشي. هذاك الشيء باش زاد شافت باللي راه كاملين زعما ما جاوش من جهتها وبحال حقروها وكذا. هو راه لا دابا مثلا الناس غير بغاو يهدنوا، وكما شفتوا كوبل ديال السيد ديال كازا راه خرج عند برنسيسه وبغى يواسيها وكذا كذا، ولكن كيقول لها وزعما راه هو انا فاهم باللي راه داكشي ما خاصوش يدار، ولكن هو مسكين ما قدرش يقول باللي راه لا ما كانش عليها تدوي معاك ولا كذا كذا كذا. قال لها كتبقى في المرتبه ديال الام ديالك، زعما احترميها، زعما ما ترديش عليها الهضره. واش فهمتي؟ هي برنسيسه كنظن ان من الطبع ديالها ما تقدرش تسكت على حقها، يعني يا كبير يا صغير راه غادي ترد. واش فهمتي؟ كتبغي تبرر الموقف ديالها، من حقها ولكن من حقها انسان تعرض لواحد الهجوم راه خصو يبرر الموقف ديالو ويبين راسو باللي. واش فهمتي؟ كتعبر على الراي ديالها. الام دارت واحد الغلط، قالت لها باللي انت تسممتي حق من ولادي، لا حقاش انا ماشي مسمومه، انت مسمومه، انت كذا انت كذا انت كذا. هي تقلقات ما عجباش داكشي. ولكن الا جيتي تشوف من واحد المنظور اخر، فري هذيك كتبقى مرا كبيره، تقدر تكون غير قالت داكشي، خرجت داكشي اللي عندها، ما نديش عليها بحال الام ديالك مثلا. راه الام ديالك كتعصب عليك، راه كتبدا تعطيك غير الراس. واش فهمتي؟ وراه امك هذه كاع الام ديالك وكتعطيك الراس، يعني ما تاخذهاش من واحد الجهه اللي حساسيه. واش فهمتوا؟ كتبقى مرا كبيره كي خايبه كي زوينه، كتبقى مرا كبيره. واش فهمتي؟ ما ناخذوش داكشي ديالها 100%. فحكيم كنا حنا تما شنو كان يكون الموقف ديالنا؟ زعما كنا زعما كنشوفوا بحال هذا الموقف هذا قدامنا، انا كنت نتدخل. انا شنو كنا غندير؟ راكم عارفين غادي نتدخل، ماشي غادي نتدخل نوضوا نزيدوا الفتنه، لا غادي نتدخلوا نصلحوا الامور كيفاش ضروري غتدخل. ونقدر كاع نشوف القضيه كاين الغيار بينات لي كوبل، نقدر نشوف العافيه الله تنوض نطفيوها. فهمتيني؟ قبل ما تكدا نقلبوا الجو كيفاش طق صافي ترون. واش فهمتي؟ ما تما كل واحد دابا كل واحد كيخاف على راسو، كل واحد داخل سوق راسو، لحقاش راه كانوا تبراو منهم، قالوا لهم الا تعاود هذا الصداع ولا هذا راه صفر، ولا نقص النقاط، يعني كل واحد كيهرب راسو. كنتمناو في الحلقات الجايه نشوفوا التفاهم بين لي كوبل كاملين ان شاء الله. ان شاء الله كيف ما تفاهمت دابا برنسيسه مع البنت ديال رودانت، وان شاء الله يكون خير. نتمنى تكون عجباتكم الفيديو ديال اليوم، نكونوا خفافين على قلوبكم. شكرا بزاف الا وصلتوا حتى لهاد المرحله. انا كنعرفوا باللي راه عجبكم الفيديو واستانستوا به وبقيتوا جالسين معنا، وما نكرهوش الا ياك المدام ديالي الله يطولنا في عمرك، ما نكرهوش الا داروا الليكات وعاد داروا لنا لايك. لا غيكونوا دايرين الحنه. لا درتوا الحنه ما كرهناش. لا كنتو دايرين الحنه ما كرهناش ديروا ابوني. فهمتوا؟ ما كرهناش ديك الحمراء تردوها قريه، والله ما كرهنا بالله. ضروري الابوني. والناس اللي كيبغوا يسولوا على الانستغرام ها هو مكسل عاوتاني هنايا. نتلاقاو في حلقه جديده. غادي نقول لكم الله يطولنا في عمرك. نتلاقاو في حلقه جديده. اش بغيتو؟ حلقه جديده اش بغيتو؟ تهلاو.